بكم دائما في مطبخ السيدة بن مريم. اليوم عندنا عصير، ربما تستغرب اختي مسامة تقول واش من عصير. عندنا عصير الدلاع. نشوفوا المقادير ومن بعد ندوزوا طريقة التحضير. طريقة التحضير هي كالتالي. هنا عندي عصير نتاع تقريب كيلو نتاع قارص، زائد المبشور نتاعو، زائد 300 أو 350 غرام نتاع السكر. ناخدو هادوك حبات قارص تاعنا تقريب كيلو، نعصروهم ونحو كذلك المبشور ونضيفوا لهم 350 نتاع السكر ونخلوهم يباتوا الليل طول، نتحصلوا على هذا مركز العصير. الآن ناخذ صفاية نصفي هذا مركز العصير. راكي تشوفي هنا كيفاش راهو ثقيل. هذا لو كونسونطري دو جو دو سيترون. هنا عندي دلاع تقريب 300 غرام نتاع دلاع، نضيف لهم تقريب نقولوا واحد 100 غرام نتاع مركز عصير الليمون، لا هنا عندي ماء معدني فيه الغاز، واللي يعني ما يحملوش الماء اللي فيه الغاز يديروه الماء معدني عادي. ونرحيه. بسم الله. أنا نفضل نخليه فيه بعد الحبيبات، ما نرحيهش كامل. نزيد له ربما شوية ماء، كذلك شوية مركز تاع الليمون، نديرو في الثلاجة ونخليه يبرد حتى كي نسحقو نجبدوه من الثلاجة. لهنا من بعد ما برد العصير تاعنا رايحين نوريكم كيفاش نقدموه. هاد لي كلاصون لازم يكونوا حاضرين، لأنه يتناولوه يكون بارد. بسم
الله. رانا حضرنا مع بعض عصير الدلاع. ربما اختي المشاهده تستغربي تقولي لما هذا عصير الدلاع؟ انا جربته يعني ولقيته ما شاء الله عنده طعم لذيذ ويناسب كثير في الصيف ان شاء الله. في هذا شهر رمضان معظم سهرات رمضان يناسب كثير في السهره. ننصحك انك تحضريه راكم تشوفوا حتى يعني ما يتكلفش. ان شاء الله يكون عجبك لما تحضريه، يعجبك هذا العصير وتفرحي به اولادك وافراد عائلتك. ونعطيك موعد في حصه قادمه ونقول لك السلام.